هلو، النهاردة هاخدكم معايا في مغامرة تحت أعماق البحار لشخصية كلنا نتفق على حبها، ألا وهي سبونج بوب سكوير بانس. وعلى قد ما الكرتون ده ضحكنا كتير وعشنا معاه مغامرات جميلة، لكنه في الحقيقة وراه أسرار غريبة وبعضها اتمنع واتشال من العرض. النهاردة بقى هنتكلم عن 5 أسرار أغرب من بعض بيدوروا حوالين الكرتون ده، والسر الخامس خطير. قبل ما نبدأ يا اصحابي ما تنسوش تصلوا على النبي واللايك والكومنت الجميل، ويلا بينا. وهنبدأ بأول سر معانا، وهو ان المدينة اللي بيعيش فيها سبونج بوب واللي هي اسمها بيكيني بوتوم مش مجرد اسم وخلاص. الحقيقة انها مبنية على جزيرة حقيقية اسمها بيكيني اتول، ودي جزيرة في المحيط الهادي. كانت موقع لاختبارات نووية عملتها امريكا من سنة 1946 لحد 1958. التجارب النووية هناك كانت شديدة جدا لدرجة انها دمرت اجزاء من الجزيرة وسببت تلوث اشعاعي كبير. وقتها السكان اضطروا يسيبوا بيوتهم. النظرية هنا بتقول ايه بقى؟ ان بسبب شكل وتصرفات الكائنات في سبونج بوب هو انهم ناتج من تأثير الاشعاع النووي. يعني عالم سبونج بوب ده ظهر نتيجة الانفجار. واثباتا للنظرية دي ان في حلقة من حلقات سبونج بوب بنشوف فيها بسيط وهو بيرجع للزمن. وقتها بيظهر في المدينة لوحة كبيرة مكتوب عليها ان في تحذير بسبب الاشعاع النووي، يبان كأن الاشخاص اللي في المدينة دي ميتين، وهو ده بالظبط اللي يأكد النظرية. تاني سر معانا ان سبونج بوب شخصية على طيف التوحد. في كتير من الناس على السوشيال ميديا بدأوا يتكلموا عن احتمالية ان شخصية سبونج بوب تكون على طيف التوحد، وده بسبب بعض التصرفات اللي بنشوفها في الكرتون، زي انه بيتمسك بروتين معين، بيتفاعل بشكل غريب في المواقف الاجتماعية، ومشاعره وتصرفاته دايما قوية جدا ومبالغ فيها. لكن الحقيقة هنا ان مفيش اي تصريح رسمي من مؤدي الصوت اللي هو توم كيني ولا من مبتكر الشخصية ستيفن هيلنبرغ. كل اللي اتقال مجرد تحليلات من الجمهور وانتشرت مع الوقت على السوشيال ميديا. السر الثالث معانا هي وصفة سلطع برجر، مش معروفة حتى لفريق العمل. الوصفة السرية لسلطع برجر اللي هو البرجر الشهير في الكرتون عمرها ما اتكشفت. السرية دي خلت المعجبين يطرحوا نظريات كتير، زي انها ممكن تحتوي على مكونات غير متوقعة. بس من المؤكد واللي انا شخصيا شايفاه ان سر نجاح البرجر ده هو حب سبونج بوب للعمل بتاعه، وانه بيحب يجهز الاكل بحب كبير. السر الرابع معانا هنا وهو اتذكر في حلقة بعنوان Are You Happy Now، وكانت الحلقة دي بتدور حوالين شفيق. بنشوف في الحلقة دي شفيق بيكتشف انه ما عندوش اي ذكريات سعيدة في حياته، وده بيخليه يدخل في حالة اكتئاب شديد. وقتها سبونج بوب بيحاول يساعده يلاقي لحظة سعيدة، لكن للأسف كل المحاولات بتفشل، وده بيخلي شفيق يغرق اكتر في حزنه. وبعد عرض الحلقة دي حصل جدل كبير، وده بسبب تناول هالموضوع الاكتئاب بشكل مباشر، وخاصة ان شفيق بيظهر في مشاهد وهو منعزل وحزين جدا. بعض المشاهدين شافوا ان ده موضوع حساس للأطفال، بينما آخرين اعتبروا ان الحلقة بتسلط الضوء على أهمية الصحة النفسية. فعلا حلقة زي دي ممكن تأثر على نفسية الطفل ولا محدش هياخد باله. ونيجي للسر الخامس واللي هو أهم وأخطر سر موجود في الفيديو بتاعنا النهاردة، وهو ان سبونج بوب كان هيبقى مجرد شخصية ثانوية. انتوا متخيلين؟ يعني اللي احنا عارفينه النهاردة عن سبونج بوب باعتباره بطل واحد من أنجح مسلسلات الكرتون في العالم كان ممكن ما يحصلش خالص. في البداية لما ستيفن هيلنبرغ مبتكر سبونج بوب بدأ يفكر في فكرة المسلسل، كان عنده تصور مختلف تماما. في الأصل ستيفن كان شغال أستاذ أحياء بحرية، ومن حبه الشديد للبحر قرر يدمج العلم والفن في مشروع تخرج عمله في التسعينات، وهو إنه عمل كتاب مصور للأطفال بيشرح الكائنات البحرية اللي بتعيش في مناطق المد والجزر. وكان في الكتاب ده شخصية اسفنجية صغيرة مش سبونج بوب بس شبهه جدا. ولما بدأ ستيفن يطور الفكرة للمسلسل كرتوني حقيقي، كان بيفكر يخلي الاسفنجية دي شخصية جانبية، ان المسلسل بيتمحور حوالين كائنات بحرية تانية. لكن مع الوقت لاحظ ان الشخصية الاسفنجية دي هي اكتر شخصية مرحة ومليانة طاقة، وممكن الاطفال يتعلقوا بيها بسهولة. ومن هنا بالظبط جت نقطة التحول. ستيفن قرر يخلي الاسفنجة اللي اسمها في الأول سبونج بوي هي البطل الرئيسي، بس لما عرف ان الاسم ده متسجل كعلامة تجارية لأداة تنظيف اضطر يغيره لسبونج بوب سكوير بانس. والاسم ده نفسه خلى الشخصية تبان أكتر طفولية وسذاجة، وده اللي زود شهرتها. التغير ده كان قرار عبقري، لأن لو كان سبونج بوب شخصية ثانوية ما اعتقدش ان المسلسل كان هينجح بالشكل ده أبدا، ولا كانت الشخصية دي هتبقى أيقونة عالمية تربى عليها أجيال. وكده يا أصحابي وصلنا لنهاية الفيديو، ولو حابين نكمل في السلسلة دي اكتبولي في الكومنت، لأن في أسرار ونظريات كتير قوي عن الأفلام الكرتون حرفيا هتبهركم. وكده نقدر نقول لكم سلام.